نادي الزمالك بيتعادل مع المقاولين العرب 0-0، وزي ما انا قلت قبل المباراه النادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في صناعه اللعب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. زي ما قلت قبل مباراه نادي الزمالك والفيديو موجود هنا على الصفحه، ارجع لها وشوفها. قلت ان نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في صناعه اللعب، وده هيسبب لك مشاكل كتير سواء في الدوري او حتى في بطوله افريقيا، لان انت هتواجه زي ما قلت وهفضل اقول اساليب دفاعيه واساليب لعب مختلفه، فانت لازم يكون عندك اكتر من حل في فكره ان انت تصنع اللعب. نادي الزمالك قدام حرس حدود، قلت لكم محدش يتغر بفكره فوز نادي الزمالك ان هو فاز على حرس الحدود 4-0 والكلام ده، لان حرس الحدود اصلا كان فاتح خطوطه. لكن اي مدرب ذكي هيلاعب نادي الزمالك وهيقابل امام عاشور واحمد سيد زيزو من بدري ويقفل عليهم فكره التسديد، الموضوع خلاص بالنسبه لنادي الزمالك انتهى وحلوله خلصت، الا بنزول شيكابالا. وشيكابالا برضو لما نزل النهارده قدر ان هو يدخل نادي الزمالك لل18، واللاعب الوحيد اللي بيقدر يدخل نادي الزمالك دلوقتي لل18 هو شيكابالا. وده هيرجعني بقى لنقطه قديمه قلتها، نادي الزمالك لو عايز ياخد بطوله افريقيا قدامه حل واحد بس، عبد الله السعيد. مفيش حل تاني، لان انت نادي الزمالك الحل المختلف في الكوره المصريه كلها ما بيمتلكوش غير لاعب واحد هو عبد الله السعيد، اللاعب اللي بيقدر يدخلك ال18 بشكل كويس او بشكل صحيح. غير كده في الكوره المصريه كلها دور وهم تدور مش هتلاقي الميزه دي في اي لاعب موجود دلوقتي في الدوري المصري. فنادي الزمالك بيضطر ان هو يستنى نزول شيكابالا في اخر ربع ساعه واخر 10 دقائق عشان يعرف اصلا يدخل ال18، لان احمد سيد زيزو وامام عاشور اي مدرب ذكي، واعدها تاني، لو قابلهم بدري او قابلهم من اول خط الوسط وابتدى ان هو يضيق عليهم زاويه التسديد، الموضوع انتهى بالنسبه لنادي الزمالك وخلاص. فكره ان هو ما بيهدفش غير بتسديدات زيزو وتسديدات امام عاشور، ويمكن يوسف اسامه نبيه انضم ليهم، فما بقاش عند نادي الزمالك اي حلول ثانيه، وهو ما بيقدرش يدخل ال18 الا بنزول شيكابالا. فزي ما بقول النهارده اعتبرها صفاره انذار، وان الموضوع زي ما انا بقول لازم توجد له حل وحل سريع في فكره صناعه اللعب رؤوس الحربه. زي ما قلت الماتش اللي فات قدام حرس الحدود مفيش ولا كره اتصنعت مثلا لسيف الدين الجزيري او لسامسون، فلازم انت توجد حل سريع جدا، لان انت داخل على افريقيا، ولو عملت كده في افريقيا يمكن انت في الدوري خساره نقطتين ممكن يتعوضوا، لسه الدوري طويل، لكن في افريقيا خساره ماتش زي ده او تعادل ماتش زي ده ممكن تبقى بره البطوله. فلازم لازم 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 تركز، او نادي الزمالك يركز ومدربه فريرا يركزوا في فكره صناعه اللعب، لان زي ما بقول الدوري ممكن يتعوض، لكن افريقيا لو لعبت مباراه وانت واقف عاجز بالشكل ده والفريق اللي قدامك كان حافظك وقدر ان هو يعجزك زي ما المقاولين العرب عمل النهارده، انت 100% بره البطوله. فنادي الزمالك لازم يوجد حل سريع للموضوع ده.